السلام عليكم ومرحبا بكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. بعد غياب طويل هاني رجعت لكم، جبت لكم وصفة شابة بنينة، نتمنى من كل قلبي تجربوه ويعجبكم، اللي هو طبق الملوخية اللي كل الجزائريين يعرفوها، وخاصة صحاب الغرب. صحاب الغرب يعرفوها بالملوخية، صحاب الوسط يعرفوها بالقناوية. الملوخية هي من أنواع الخضر اللي تكتر بزاف في فصل الصيف. جبت طاجين، حطيت فيه شوية زيت، ومن بعد جبت اللحم، حطيت اللحم، درت اللحم في الطاجين، درت له شوية فلفل أسود، درت فلفل أسود، ودرت الملح، درت الملح، وخليته يتقلى. وخليته يتقلى مليح. خليته يتقلى، بديت نقلي فيه على جوانب. من جهه واحده اخرى كنت موجده البصل، موجده طماطيش. كيتقلى لي اللحم، كيتقلى اللحم مليح، درت له البصل، زدت البصل، زدت البصل، وخليته يتقلى تاني هو مع اللحم مليح. خليته يتقلى، كي داب البصل، كي داب هذاك البصل ودخلها كاع داك البنه نتاع اللحم ونتاع التوابل، زدت الطماطيش. الطماطيش حب قطعتها، ما ترحيهاش، هي لازم تكون مقطعه. زدت شويه زنجبيل، كل وحده وتزيد التوابل على حسابها، على حساب واش تبغي. درت زنجبيل، ومن بعد زدت الكركم، كركم صحي بصح ما كتروش، نديرو غير شوي شوي ماشي بزاف كركم. ودرت قزبر مطحون، وخليتهم يتقلوا مع بعضهم. خليتهم يتقلوا، يدخل فيهم هذاك التوابل، يدخلوا مليح هذوك التوابل في داك البصل وهذيك الطماطش واللحم. خليهم يطيبوا مع بعضهم. بلعت عليهم الطاجين وخليتهم يطيبوا في خاطرهم. بعد كي شفتهم تقلاو مليح، زدتهم شويه ماء، غير شويه ماشي بزاف. من جهه واحده اخرى مشيت الملوخيه نتاعي غسلتها، انا نغسلها شويه، نغسلها بالماء باش تروح لها كاع داك التراب. ومن بعد بديت نمسحها، قطرتها في الكسكاس، ومن بعد بديت مسحتها كاع من هذاك الشوك، خاطر يجي فيها شويه شوك. مسحتها، نقيتها مليح، وقلعت لي هذاك الراس الفوقاني اللي صغيره ما نقطعهاش بين زوج، واللي كبيره نقطعها بين زوج. نقيتها مليح من هذاك الشوك، ديجا راني غسلتها.
نقيتها من هذاك الشوك، من بعد نديرها تصفور. كل واحد وطريقته، كاين اللي يديرها التقله، كاين اللي يفورها. انا نفورها، ديرها تصفور، ندير لها شويه حبه كحله وشويه ملح ونخليها تفور. نقلع عليها هذاك الراس، دائما نقلع عليها. درتها في كسكاس ودرتها تفور. هنا درت لها شويه حبه كحله ودرت لها شويه ملح وغطيت. وغطيت هذاك الكسكاس بفيلم اليمونتيغ باش بالخف تفور. من بعد كي فارت تمسيها تلقيها فارت، وهذاك اللحم وهذيك الطوماطيش عقدوا مليح حتى يتعقدوا مليح. انا درت هنا راس تاع حرور، درت حروره ولقيت اللحم تاعي طاب، كل شيء طايب. زدت الملوخيه، زدت الملوخيه اللي كانت ديجا فارت. لازم تتشرب من هذيك لاصوص تاع اللحم وطماطش باش تجي بنينه، تجي بنينه عسل. تأمنوش عقلكم كي تجي دايره، جربوها وردوا عليا. كاين اللي بغيها تقعد شاده روحها شويه، انا ولادي ما يبغوهاش شاده روحها شويه، يبغوها شويه فايره بزياده باش ياكلوها. تشوفوا المنظر كي شهي، تشوفوها كي راها تكتك شابه بنينه، ما تصوروش عقلكم. والله غير شابه، جربوها وتشوفوا. بعد جبت بلان تاعي اللي نحط فيه، حطيت لولادي الصحة والراحة، إن شاء الله بصحتهم سلامتهم ياكلوها بطول العمر. شوفوها كي تشهي، شوفوا داك اللحم كي شباب طايب زبدة. تعرفوا كان دقتوها معايا تأمنوش عقلكم.
انا حطيتها لولادي، درت لهم الخبز، خبز القمح الكامل، بصحتهم بسلامتهم، ياكلوها بالصحة والهنا ان شاء الله. شوفوا كي شباب هذا الخبز، يشهي. خبز ولا اروع. ديجا راني دايره الخبز هذا في لاشين تاعي. كلوها وليداتي بصحتهم وسلامتهم، نتمنى تجربوها وتذوقوها وتنال اعجابكم. ما تنسوش ديروا لي ابوني، ديروا لي جيم، ديروا لي كيلكو كومونتير اللي يشجعوني ويحفزوني باش نواصل. راني غبت عليكم بزاف على غيبكم. ربي يطول في عمركم، يخليكم. سلام.